اهلا بكم في قناتكم قناه قصر الشطرنج. النهارده هنشوف مباراه تاريخيه لكاسباروف. طبعا المباراه دي كانت سنه 99 ضد توبالوف. طبعا المباراه دي كانت زمان، انا لما شفتها بصراحه انبهرت بيها جدا. انبهرت لان فيها كام لعبه جمال جدا، وهي تضحيه رخ في الميدل جيم كده هو جميله جدا جدا جدا. طبعا هي مش بيست موف، يعني هي ماشي لعبه كويسه، بس طبعا لو كان توبالوف رد عليها كويس. مش عايز احرق الماتش، تعالى نتفرج ونشوف ونتعلم. اهم حاجه نتعلم من المباريات. انا الواحد مش بعرض مباراه عشان خاطر يتفاخر، يعني مباراه حلوه وادي جايب لكم مباراه. لا، المباراه دي معروفه على فكره واعتقد كذا حد عرضها يعني. تعال نشوف ونتعلم مع بعض واحده واحده. كاسباروف لعب اي 4. خلي بالكم كاسباروف بيلعب اي 4 ودي 4، يعني ممكن يلعب ان في 3، يلعب اي حاجه. يعني ابطال العالم او السوبر جي ام دايما بيلعبوا اي حاجه، يعني عشان تبقوا عارفين يعني. لعب اي 4، توبالوف رد عليه بدي 6 دي 4 ان في 6. هات البدأ ده مباشره. طبعا في كذا حمايه طبعا، بس الحمايه الانسب طبعا والاحسن انك تطلع بقاعه تحميه ان 3. طبعا في حاجه زي كده برضو، خلي بالكم يعني ممكن يلعب حاجه زي كده موجوده يعني. طلع محمد بالحصان لعب جي 6. طبعا المنظر تحسه عامل زي ايه، هو طبعا هو دفاع بيرك، هو كده اسمه بيرك ديفنس، بس طبعا نفس منظر الهندي، هندي الملك، بس السي 4 مش ملعوبه. يعني هو نفس الهندي الملك بس السي 4 مش ملعوبه. الهندي الملك بيتلعب على بدأ وزير اساسا يعني. طبعا بيروح يرص رصته، طبعا هيرص رصته ويلعب الافكار اللي هو عارفها. الهندي الملك لعب بيشوب اي 3. طبعا بفكره واضحه ومعروفه، عايز العب كوين دي 2، بيهاجم في الفيونكته، وفي نفس الوقت عايز يبيت ايه طويل. بمنتهى البساطه يعني، فكره بسيطه يعني. لعب بيشوب جي 7، كوين دي 2 راجل شغال زي ما هو عايز. لعب سي 6. طبعا هنا المفروض خلي بالكم في الموقف ده، طبعا 6 معروفه برضه بتتلعب، وفي ان بي دي 7 المعروفه قوي يعني، وفي ان جي 4 هات الفيل، ومنعت له في نفس الوقت ان هو يلعب بيشوب اتش 6 ياخد الفيل بتاعي. بس هو نقل النقله التانيه على الانجن سي 6. الحصان ده ما يجيليش هنا اهو، ما يجيش هنا او ما يجيش هنا او ما يفيش في بكش كده يعني. لعب اف 3. اف 7 ايه هدف اف 3 دي؟ ليها هدفين على فكره. اف 3 دي ليها هدفين وبتتلعب برضو على هند الملك وباسمها سميش، سميش فريش. ايه فكرتها؟ اولا اول فكره اساسيه انك انت ما تنطش بحصانك ده هنا، هات الفيل بتاعك. خلاص معت لك الفكره دي، وفي لك برضو ما يجيليش، وفي نفس الوقت عايز العب جي 4 ومدعمه بالبدأ ده اتش 4 وهاجم على جناح الملك لو انت بقيت قصير. طبعا انت اول ما لعبت اف سي، طبعا خلي بالك بس في اف سي دي حاليا مش موجوده خالص يعني مش اول 5 نقلات. بس ده بقى قوه التحضير. انت ممكن مثلا في الموقف ده معروف ان بتلعب حاجات زي ايه، ان اف 3، اتش 3 منعت لك برضه نفس الفكره وعايز العب برضه جي 4، بيشوب اي 2 نفس الفكره منعت لك برضه ان حصانك يجي في الايه في مربع جي 4. في كذا حاجه في اتش بيشوب اتش 6 على طول. هو واحده واحده كاسباروف، واحده واحده يمكن دي تكون تحضيره عشان يطلع توبالوف من الحفظ يعني. اف 3 لعب هنا طبعا بيس موبايل انجن بي 5. انا كده حاسس انك انت هتبقى طويل، فانا بقى ايه من بدري بدري كده تشتغل ايه على جناح الوزير على طول بدري بدري، وانا منظري برضه هبقى ايه قصير برضه، فبرضه ايه اعمل لك قلق في جناح الايه في جناح الوزير. طبعا كاسباروف عادي ما همهوش ان جي 2. طبعا واحد غيره خلي بالك يلعب ايه، يلعب بي 3. وعلى فكره هي بيس موبايل انجن يعني بيس موبايل انجن يلعب بي 3، ما تزحش تاني عليا. ولو زحت كده ما يهمنيش برضه، باكل ورخك معايا تحت. لكن هو الراجل لعب النقله يعني تعتبر التالتة على الانجن. طبعا في تاني على الانجن يلعب حاجه زي اي 4 ويخش في حسابات كتيره يعني. هو لعب النقله التالتة على الانجن ان جي 2، جاي محضر يعني. لعب ان بي دي 7. طبعا هتقول طب في الموقف ده يا كابتن طب ما يلعب حاجه زي بي 4، عادي جدا همشي كوين ان اي 4. هتبدا ده هتحميه ازاي؟ انت بقى تضطر بقى تلعب حاجه زي كوين اي 5. يعني في موقف ده زي كده هتلعب مثلا اي 5، ممكن هلعب لك مثلا هنا سي 4، ودول كويس، دول قابل تفوق 6 من 10. طبعا تبقى عارف الكلام ده. طبعا راح لعب ايه، قال لك لا انا اكمل ايه انتشار، اطلع بالحصان وبرضه عايز اطلع بالفيل وزيد 2 او 3 وبيت طويل. خلاص هو بيت طويل بيت معاه طويل، خلاص ما نخشش في مشاكل. وكاسبروف على فكره عنيف جدا، يعني لعبه هجومي وقوي ويضحي ويعمل وما يهموش. فهو عارف ان هو عارف بيلعب مع مين، فقال لك لا انا ما اخشش في مشاكل والعب زي بيت يا عم طويل زي هو بيت طويل بيت طويل مفيش اي مشاكل. ده فكره يعني. لعب بش اش 6. طبعا خلي بالك هنا راح اكل تقول لي طب هنا ما هنا يا كابتن ما يبيت. وعلى فكره تبيتها النقله الثانيه على الانجن بيت
عادي في افكار زي اتش 4 بقى، هو خاف من حاجات زي كده، قال لك اتش 4 عايز العب اتش 5، وحتى لو كلت بالحصان بتضحى بفرق، يعني بتضحى الفرق عادي ودورك يبقى كويس، وزيك بيجي هنا طالب متات بعد كده والدنيا هيصه. فهو الراجل قال لك لا انا ما بقيتش، انا اكل ياكل مفيش مشاكل، الكلام ده بيتلعب برضه هنا تاني ان انا اقول على الانجن ان اكل الفيل يعني، والعب بيشوب ب 7 وعايز اطلع بوزير برضه وابين مفيش مشاكل، ولو جه طلبني بالوزير عادي جدا ما بلعب، لو لعب دي بلعب حاجه زي كده امشي تاني خلاص مفيش اي مشاكل يعني. لعب اس 3 خلاص ما تزحش عليا بقى ايه دلوقتي، ما تزحش عليا البي 4 دلوقتي عشان انا منظري كده هروح ابيت طويل دلوقتي. عادي جدا راح لعب اف اي 5. طبعا البيست موف على الانجن خلي بالكم اللي هي ايه اي 5، بس عادي جدا يلعب اتش 4 دوري كويس برضه، عايز العب حاجه زي كده دوري كويس. وانت برضه انت اللي هتبيت طويل، يعني اللي هتبيت طويل ولا هتبيت قصير. فطبعا هو قال لك لا طب انا يعني انا دلوقتي فكرتي ان انا بيت طويل، خلاص قصير دي اتمنعت خلاص اتمنعت. فكرتها بيت طويل، طب ابيت طويل واروح العب اضعف جناح الوزير اللي انا هبيت فيه، قال لك لا اي 5 في كاسره الهند الملك، بضرب وسط لو زاح باكل وخلاص خدت بيدق، ما زحش ممكن اكل انا ودوري كويس، او بقى امنعه ان هو يلعب حاجه زي كده. طبعا راح بيت طويل كسبروف عادي جدا، لعب كوين اي 7 برضه بيدعم بدأ ده بزياده وعايز ابيت طويل. لعب كينج بي 1، لعب اي 6 عادي جدا بحمي ده بزياده عشان خاطر ما يلعبش حاجه زي كده، ما ممكن في اي لحظه من اللحظات يلعب لك حاجه زي كده، او كلت باكل ده بالحصان اكله امشي بالحصان يبقى كده طالبه بالفيل، طالب دبل بالحصان بعد كده في مشاكل، وكده كده جناح الوزير يبقى باظ، يبقى برضه هيقعد ملكي في النص. فقال لك لا انا ادعم الايه بدا البي 5. لعب حصان ان سي 1، فكره ان انا عايز اطلع ان بي 3 ان 5 وهاجم برضه في بتاعك ده، وعامل مشاكل في جناح الوزير برضه، يعني انا برضه عايز اعمل مشاكل في جناح الوزير. عادي جدا تبيتا طلع بالحصان، طبعا خلي بالكم هو مش بيست موف، يعني الموقف ده بيقول لك ياكل كده عادي جدا ياكل بالوزير، يلعب ان بي 3 بعد كده برضه يبقى فتح ايه فايل الرخ. طبعا هو لعب ان بي 3 على طول، كلب ده في بدا كلب الرخ عادي جدا، مع ان برضه بيقول لك يعني اكل الحصان مش وحشه الاثنين كويسين نفس القوه يعني. هات الرخ رجع ورا خالص، طلع بالحصان في الان بي 6، عايز العب حاجه زي كده وبدعم المربع ده عشان ما يجيش بالحصان بقى كده اقدر اكل براحتي اخد بدأ منه بقى، متدعم بالحصان ده بالحصان ده بالحصان ده مش عارف السهم ماله مش عارف ايه والحصان ده والفيل ده. تقدرش تلعب انت دلوقتي خلاص تلعب حاجه زي كده باكله مفيش اي مشاكل. لعب جي 3، طبعا الفيل ده خلاص مش بيطلع من هنا، طلعه من هنا طلعه من هنا، بيطلع بكش بتنبو كمان. مشي بالملك، لعب ان اي 5، هات الفيل بتاعك، لا انا الفيل ده عايز احتفظ بيه، خلاص انتوا كده خلي بالكم ايكوال زي بره التقييم قدامكم. لعب بيشوب جي 3 برضه بياخد وتر، طبعا خلي بالكم دي مش احسن حاجه، خلي بالكم في الموقف ده بتلعب حاجه زي جي 4 كوين اف 4 روك جي 1، دي النقله رقم 5 على الانجن، وده يثبت لك ان مش لازم انت عشان خاطر تبقى انت سوبر جي ام. على فكره كاسبروف في الماتش ده كان تقييمه 2812 يعني معدي 2800 يعني سوبر جي ام، بس مش لازم يلعب بالبيست موف، هو في فكره في دماغه عايز يعملها، مش لازم يلعب لا الانجن. الانجن ده يا جماعه يعني مش يعني انت مش انجن، انت راجل بشري بتنفذ فكره الانجن ممكن، بس بفكرك انت وبطريقتك انت. لعب بيشوب مش اتش 3 عادي جدا، لعب دي 5 ودي بيست موف على الانجن خلي بالكم عادي جدا، اداله كش بالوزير، طبعا راح مشي بالملك. طبعا هنا برضه بيست موف خلي بالكم، بيقول لك لو لعب طبعا دي غلط بياخد منه قطعه، لو غطى كده يعني مثلا حاجه زي كده بيسيب قطعه. طبعا بيست موف الانجن هو ايه يمشي بالملك. لعب اخ واحد ايه طالب حاجه زي كده بدأ في بدأ كشف على الوزير بتاعه منطقيه. لعب ايه لعب دي 4، انا فوت وخلاص مفيش حاجه، نط بالحصان انا فكرتها هنفذها، اكل اكل بتنبو على الوزير، هات وزيرك ده مش هنا هو. نخش بقى في المفيد، هنا بقى بدأ الدور بالفعل. شوفوا لكم حاجه ركزوا معايا على الانجن شوف بص بره التقييم من الفيلم، هقول لكم بس هوريكم حاجه بس غريبه هتلاحظوها هتعرفوا الانجن ساعات بيقول حاجات عميقه جدا انت ما تبقاش واخد بالك منها، او هي حاجه غلط في الانجن ولا ايه مش عارف انا. هنا خلي بالكم كاسبروف لعب ركن بيضاء، طبعا ركن بيضاء على فكره الاولى على الانجن عادي جدا مفيش اي مشاكل، خلاص انا خدت بيضاء. طبعا كاربوف توبالوف هنا قال لك هاكل قطعه،
هتقولي طب ماشي كان ايه البوسيبل عندي في الموقف ده بدل ما ياخد القطعه؟ طبعا لو كل الرخ طبعا بيخش في مشاكل جامده جدا. خلي بالكم، اكد الرخ دي بسوبر تقييم، تفوق بقى ايه دخل على واحد. طيب خلي بالكم هوريكم حاجه ثانيه غريبه برضه. طبعا البيس ممكن هنا في الموقف ده يمشي بالملك ويلعب بفور، ياكل، ياكل وزير في وزير، ياكل بالبدا، والدور يمشي كده تفوق 2 من 10 الارض. طيب طبعا هو مشيش بالملك، طبعا نقله مش منطقيه مش بشريه ان هو ايه ياكل كده يمشي بالملك. قال لك لما ممكن نروح شوف هيحصل ايه. بص بقى بره التقييم، خلي بالك ركزوا، بره التقييم ده مدي 7 من 10 للابيض. بص فط ازاي؟ طب ازاي؟ ما تعرفش. طب انت هنا قايل ان روخ كاتبها في الاقتراحات، روك اي 7 بكش 7 من 10، اول ما تلعبها يديك تفوق 5. فدي برضه حاجه في الانجن غريبه. ماشي احنا ده مش موضوعنا. هو انا توبالوف خلي بالكم لعب هنا كينج بي 6. طب ايه كينج بي 6 دي؟ في احسن منها؟ هتقول لي ماشي، ما ممكن يا كابتن يمشي كينج بي 8. يحصل ايه؟ لا يحصل كتير. هياكل وزير في بيدا عايز كش مات في واحد في الاي 7. طب انا عنده ماشي يا كابتن يمنعها بمنتهى البساطه، يمنعها ازاي؟ نجيه بالحصان عادي جدا باكل. لو اكل بالرخ خلاص خلي بالكم في رخ تحت معلقه، فممكن اكل كده عادي جدا وياكل بكش. معايا خلاص انا خدت بادئ كتيره، يعني معايا كده 7 بادئ قدام ب5 بادئ، معايا بادئين ما تفوق 5. ومالك كده اروح فين اصلا؟ لما تيجي هنا برجع بكش تاني دوري كويس خالص. خلاص ترجع تاني عندي كش ان هو بزيح البدأ ودوري كويس خالص. طب بلاش يغطي بالحصان. طب يغطي بايه؟ في لعب حاجه زي كده ماشي عادي جدا باكل. خلاص انا خدت الفرق بتاعي. ولو كلت الرخ بديك كش، يعني انت لو كلت كده بديك كش، عندك كش مات خلاص، يعني عندك كش مات في واحد. طب بلاش يغطي بالحصان يا كابتن، تاكل كده ياكل ده، وتقول كده انا طالب رخ دلوقتي يا كابتن بالايه؟ بالوزير. اه هنا بقى في بريليانت موف. هي بريليانت موف سي 4. هتقول ايه معناها سي 4 يا كابتن؟ دي لعبه جامده جدا على الفكره دي. طب ما ياكل عادي جدا، اديله دي كش دبل. تلعب ايه؟ تروح فين؟ طبعا لو كنت كده خلي بالك باكل عادي جدا، خلاص ما بقاش عندك الكش دي. عشان اي حد يقول لي بقى ايه، طب يا كابتن بدل ما يلعب سي 4 ما يدي الكش على طول. لا هنا ياكل، تاكل يديك كش ان هو تاكل ياخد وزيرك معاه فرق. اه كده فوق خلي بالكم 6 من 10 للابيض بس كده. شوفوا واخدين بالكم من دي. بص بنعمله ازاي اللعبه دي، الكش دي عمق في الحسابات، عمق في الحسابات. فليه كان هيلعب سي 4 خلاص الكش دي اتمنعت. تاكل بالبيضه تاكل. طبعا لو كنت في الغلط طبعا باخد وزيرك، اكلت بالبيضه خلاص بديك كش. طب مش هتروح فين طيب؟ مش هتروح فين؟ هتمشي فين مثلا بالملك ده؟ طبعا اي حتى اي حاجه مات، يعني تمشي هنا، هتمشي هنا مفيش طبعا، تمشي هنا تاخد كش مات، هنا مات كله ماتات. فلازم تاكل بالوزير. طبعا لو كنت في باخد وزيرك بكش تاكل باكل. خلاص ما عندكش كش معايا كده خلاص انا كده يعني وهتعمل هنا ايه؟ خلاص هتعمل اديني كش كده باكل بالوزير، وعندي عايز كش مات خلي بالكم في اتنين. وطبعا خلاص الموقف ده لما اكل ده عايز دي ما فيش حل كده. فطبعا هو في الموقف ده حسب اكيد الكلام ده كله هو لعب كينج بي 6 عادي جدا، كان بكش مشي كل الحصان ده له كش مشي هنا عايز دي مات في واحد. ان هو خلي بالكم تحلها ازاي؟ طب ما ليها حل. طب هو الموقف ده بيقول لك على طول كان يلعب روك اي 7. هو لعب كوين سي 3 هات مات في واحد، كان بدأ منع حاله لعب روك اي 7. خلي بالكم كان ممكن يلعب حاجه زي كده برضه، غتاته يلعب حاجه زي كده، ممكن عايز كش مات في واحد برضه يعني عادي يعني. طبعا لعب الادق هد بكش مات. حمى بالفيل كله ببلاش طبعا، ده ببلاش، ما هو بيحاول ينقذ اي حاجه. هو كده خلي بالكم يعني هو كده يعني خسران رخه كامله للابيض خلي بالكم، بس طبعا موقفه احسن. كسرني كل الحصان عايز برضو مات في واحد خلي بالكم. كلب بقى طبعا كلب كش كلب الملك حداله بريليانت موف تاني، يلا خد بكش. طبعا لو كش طبعا لو اكلوا بالوزير طبعا ياخد مات في اتنين خلاص يعني مالهاش حل. طبعا يغطي بوزير اجباري ده ياكلها بكش مات. فطبعا راح اكل طبعا اجباري. ولو مشي ان هو لو مشي مثلا كده هو بياخد كش دي ما اعرفش يعمل فيها ايه، يعني ما يمشي كده ياخد كش دي، يمشي كده اجباري بياخد الكش دي. لا مش الكش دي، بياخد بيلعب روك اي 7 عايز
حاجه زي كده اعتقد، يعني معرفش يعمل فيها ايه، يعني بيقول لك يلعب يعني لو لعب اي حاجه مثلا حاجه زي كده بياخد كش مدفوع واحد بالفيل. طبعا الكلام ده كله محسوب طبعا. فطبعا اكل بالملك، اداله كش، مشي، كش طبعا ما يقدرش يغطي باي حاجه، مشي، هات وزيرك ببلاش. طبعا لو اكلوا خلي بالكم بيديله كش، كش، خلاص مات، يعني غطى وزيرك والكش مات. فطبعا ما يقدرش ياكل، راح لاعب روك دي 2، هات وزيرك انت، لا مفيش، خد يا عم. لا العاب جامده ورا بعضيها. طبعا ما يقدرش ياكل وزيري، خلاص انا كده طالب برخك. طبعا لو اكل بياكل وزيره، اكل كان رخه، وقعدوا يلعبوا كام نقله. خلاص النقله ده كله يعني تحصيل حصل معاه تفوق يمكن 6. خلاص اللاعب دي عايز كش كده، طبعا عايز يلعب حاجه زي كده برضه، كش ياخد البيدق، دور سهل، مساحه بتبقى رؤوف. اتمنى يكون دور عجبكم، دور فيه افكار جميله جدا. طبعا احنا بنحاول ايه يعني، واحنا بنحكي في الدور بنشوف البيست موف ايه، الاوبننج ايه نظامه، التحضيرات. خلي بالكم التحضير في الاوبننج مهم جدا، مهم جدا. نسبة، وأقولها كذا مرة، قلتها كذا مرة وأقولها تاني، نسبة فوزك في المباراة بتوصل لأكتر من فوق 80% بتحضيرك في الأوبننج. أنا كنت بلعب في بطولة وقلت المقصد قبل كده، بلعب في بطولة مصر الدولية دي بتاعت الرابد. لما بلعب لعبة مختلفة اللي قدامك ده بيستهلك وقت في التفكير، سواء على فكرة رابد أو كلاسيك وبليز. طبعا بس طبعا بليز أنت كده كده أنت ممكن يعني ما تجيبش البيست موف قوي في اللعبة السريعة عادي، لكن التحضير بيبان شوية في الرابد وأكتر في البليد في الكلاسيك. كلاسيك لما بتلعب لعبه مختلفه، لعبه غير دارجه، لعبه انت محضرها على الانجن كويس، قدامك بيستهلك وقت وما بيجيبش البيست موف، وممكن تكون افكار عارف انت افكار الميدل جيم تكسب بدون منتهى البساطه. اتمنى تكونوا استفدتوا، يكون دول عجبكم. في طبعا خلي بالكم ادوار جميله جدا لكاسباروف غير ده، يعني مثلا ده من المباريات التاريخيه الجميله جدا لكاسباروف، انا حضرته في عصرها يعني في وقتها، شفناه واحد انبهر بيه. في مباراه جميله جدا في بطوله العالم ضد كاربوف، مباراة جميلة جدا وحسابات وتضحيات وبلاوي سودا. لو انتوا عايزين حاجات زي كده اكتبوا في التعليقات، هحاول اجيبها ان شاء الله ونتفرج عليها، مباراة جميلة جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس يوصلك كل جديد. سلام.